نعم نعم، فهو لا يفوز فوزا عاديا، لا يفوز فوزا متعارف عليه، وإنما هو يرد الألم لأصحابه. الأهلي بطلا لدوري أبطال أفريقيا 2023 للمرة ال11 في تاريخه، ويرد الألم للوداد البيضاوي المغربي على أرضه ووسط جماهيره بسيناريو لا يصنعه سوى المارد الأحمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الهستيريانز في كل مكان، وحشتوني جدا، واهلا بكم في حلقة جديدة من ملعب الهستيري. مفيش مقدمات مفيش أي مقدمات، في فقط إن أنا عايز أقول مبروك لإخواتي وحبايبي الهستيريانز الأهلوية، مبروك ليكوا ال11، مبروك ليكوا تشجيع هذا الفريق العظيم، أكبر فريق في القارة ومن أكبر فرق العالم. مبروك ليكم الفرحة اللي تستحقوها، مبروك عليكم رجالة كانوا في الملعب، رجالة لعيبة النادي الأهلي. وهبدأ أتكلم ومش هنوه عن اللايكات. ليه؟ لأن بإذن الرحمن أنا عارف إن إخواتي زي ما بفرحهم هيفرحوني ب100,000 لايك في أول 5 ساعات على الحلقة دي. 100,000 لايك بإذن الرحمن، منتظرهم منكم على الحلقة دي بإذن الله تعالى. وعايز في الكومنتات تحت تقولوا لي نجم المباراة من وجهة نظركم، وهل كنتم متوقعين بعد تأخر الأهلي بهدف إنه هيتعادل ولا لا؟ نبدأ نصلي على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي مش مشترك في القناة يشترك عشان يوصلوا كل جديد بإذن الله، نوصل لل2 مليون هستيريان وهستيرينية. هو لا يخسر من نفس الخصم نهائيين على التوالي، هو لا يخسر من أي حد مرتين على التوالي أصلا. يعني هو انت كسبته مرة، وكسبته في أجواء أنا وانت عارفينها وأنا وانت فاكرينها، وكسبته بعدم توافر قواعد اللعب النظيف ما احنا فاهمينها. واتحاد الكورة ساعدك بأن هو أخفى الخطاب بتاع الكاف، وكل ده فاهمينه. لكن انك انت تيجي تكسبه تاني حتى لو كان على ملعبك، الموضوع صعب شوية، الموضوع صعب جدا، مش صعب يعني، الموضوع قد يكون شبه مستحيل. مش الوداد بقى، ده لو جعفر العمدة كان يبقى مستحيل على جعفر العمدة. دي وجهة نظري النهاردة. اللي مستنينا اكلمه في فنيات فهو واهم. ليه؟ الفنيات بكرة، كلام عن الماتش نفسه بكرة. النهاردة الكلام عن جزئيات بسيطة حصلت، ومباركة لاخواتي وحبايبي الهستيريانز، وحديث عن ابرز نجوم المباراة. طيب، اولا شوط اول كان الاهلي فيه غائبا تماما هجوميا، مفيش حاجة هجوميا، مفيش حاجة. الاهلي متمركز دفاعيا، اخطاء واضحة من لعيبة النادي الاهلي بعمل اخطاء او مخالفات حوالين منطقة ال18، الكلام اللي احنا حذرنا منه امبارح واول وقلنا انك لو اخطأت امام الوداد ووديته فاولات على حدود ال18 فانت كده شبه بترمي نفسك في التهلكة. وبالفعل واحدة راحت، التانية راحت، التالتة يحيى عطية الله بمشاركة محمد أنجم وغفلة من علي معلول. جماعة لا تحاسبوا الشناوي عن هذا الهدف، ابوس ايديكم، محدش يلوم على الشناوي في الجون ده خالص. الجون ده بيدخل في اعتى حراس العالم، دخل فيهم الجون ده، خلاص الكرة بقت رايحة في زاوية فيك، دي مش زاويتها. الشناوي منتظر الرأسية بتاعت أنجم، منتظر علي معلول هيطفش، لا ده حصل ولا ده حصل. لمسة بسيطة من أنجم ومش عارف، مش فاهم هل هو لمسها او لا، راحت في الزاوية التي يسكنها الشيطان، لم يتوقعها الشناوي، وده وارد جدا يعني. واحد يقول لي طب هل الوداد كان بيهاجم؟ اقول لك الوداد ما شفتلوش حاجه تدل على الشراسه، يعني الشناوي ما شالش وقت، ده الوداد هنا ضيع في القاهره اكتر من هناك. محللين الاعلام المصري، ايه رايكم في كولر النهارده؟ غير في الدقيقه 56 او 58 كده كولر افضل مدرب في العالم؟ كده كولر امور؟ كده كولر العتي القوي؟ ولا هتطلعوا تقطعوا فيه برضه؟ كولر هاجم الكل في الكل يا كابتن رضا، انت اخويا وانت عارف انا بحبك ازاي. الراجل نزل كل هجوم، مش هدافع، كله هجوم من الدقيقه حاجه و50. راضي عنه؟ متهيألي هتقول لا، معرفش، ما علينا. قلت لك كولر هو مفتاح الفوز، كولر هو مفتاح الفوز. اقسم بالله عشان محدش يقول لي شكلك زعلان، اقسم بربي فرحان من قلبي لاخواتي الاهلاويه.
انا اكيد كان نفسي فريقي اللي ياخد البطوله، بس فريقي صعب قوي ياخد البطوله في الوقت الحالي، ولا حتى كمان 5 سنين قدام بكل هذا التخبط الاداري. لكن فرحان لاخواتي الهستيريانز اللي في ظهري، الناس اللي بتحبني، ولو ما فرحتش للي بيحبني يبقى انا جاحد لا استحق حبه. والله اني بحبكم اضعاف ما بتحبوني. نرجع لكلامنا. كولر ما كانش ينفع بعد ما غير في منظومه النادي الاهلي كل ده انه لا يتوج مسيرته بنجمه. بس ال11 كده هتتحط فين يا جماعه؟ ما انا برضو عمال افكر في الموضوع ده. دي قلتوا النجمه دي ب10، طب هتحط النجمه ال11 فين؟ على قرة هستير الصغنن هنا؟ والله ما عارف، والله ما عارف حاجه، والله ما فاهم حاجه. ما علينا. كولر 4 بطولات مع النادي الاهلي في حوالي 8 شهور. هو انت بتتكلم على مدير فني؟ انا ما اعرفش اللي كان بيخبط فيه او اللي بيقولوا عليه ما عندوش فكره. يا جماعه انتوا بتعرفوا تناموا؟ بعد ما قلتوا على الراجل ده يا جماعه الراجل ده بعد ما جاب جول التعادل برأسيه تريد مارك. بص عبد المنعم، بص ركز معايا. عبد المنعم عمل ايه السنه اللي فاتت في الرجاء المغربي؟ تك في ربع النهائي. السنه دي في الرجاء المغربي تيك في ربع النهائي برضه. السنه دي في الوداد بقى المره دي بيتسلى على فرق المغرب. معلول وعبد المنعم لما بيكونوا مخنوقين معلول بيروح يرفع وعبد المنعم يرزع. اما بيكونوا مخنوقين بيطلعوا على فرق المغرب يعملوا معاهم كده. ورأسيه ايه يا جماعه؟ اقسم بالله العظيم 3 ما شفت راس حربه في العالم بيحطها كده غير كريستيانو رونالدو. هيطلع هياخدوا الكل. بص بقى المدلسين هياخدوا الجمله دي يقطعوها، هيقول لك ده بيقارن عبد المنعم بكريستيانو. لا، رأسية عبد المنعم دي والله ما شفت حد بيلعبها كده غير رونالدو او فيلافيو بتاع الاهلي بقى. المهاجمين العظماء هم بس اللي بيحطوها كده. عبد المنعم قلت لك عليه قبل كده كان بيلعب مهاجم ويروح يقول لهم. عبد المنعم كان واثق في الفوز بعد ما جاب الجون. شوف راح لجماهير الوداد عمل لهم ازاي، شوف احتفاله مع جماهير الاهلي كان عامل ازاي، شوف تعامل كولر وثباته بعد الهدف. بعض الاهلاويه يقول لك ايه الحمد لله ان الجون جه في الدقيقه حاجه و20. انت عندك حق، لان لو كانت المباراه فضلت ماشيه 0-0 كان كولر ما قداموش سبيل الا الدفاع المستمر. ركز، الدفاع المستمر، ما هو كسبان. وفي حاله الدفاع المستمر وده اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح كان الاهلي هيلبس جون في الدقيقه 75 80 حاجه و80، وساعتها كان الماتش هيخلص قبل ما الاهلي يلعب 3 دقايق على بعضهم مستمرين بسبب تضييع الوقت من فرقه الوداد. لكن اللي حصل اللي انا قلته لك امبارح، الوداد جاب جون وبدا يبقى تحفظ دفاعي قدام الاهلي حوالي ساعه كامله. ده تهريج. اصلك هتدافع قدام الاهلي ساعه يا جماعه؟ الوداد ما راحش على الشناوي الشوط الثاني خالص. الوداد بعد ما دخل فيه جون قلت لك الفرقه دي بيدخل فيها جون بتقلب انارب. دخل فيهم جون على ملعب هم ما قدروش يلموا نفسهم ولا قدر 7. كولر مسك 7 شربوا اصلا، يعني هو مسك 7 شربوا ما قدروش يلموا شوتات نفسهم. بل ان الاهلي اللي كان قادر في ال8 دقايق وقت ضايع اللي اداهم باملاك سمه املا منه ان الاهلي يدخل في جون التعادل كان ممكن الاهلي يسجل فيهم. الاهلي بعد ما جاب التعادل وشوف كولر عمل ايه، سحب حسين الشحات اللي ظهر عليه التوتر والخروج نفسيا من المباراه، سحب مروان عطيه وده تغيير ناجح. نزل قفشه وقف على الكوره، يعني قفشه لم يبدع بس وقف على الكوره. قفشه بارد رخم بلغه الكوره. نزل عبد القادر اللي كان يقدر يجيب جون، نزل شريف اللي جاله انفرادين. الراجل عارف ان في مساحات هتيجي وعارف ازاي هيستغلها، والراجل ده كان مجهز لعيبه الاهلي نفسيا لكل السيناريوهات. دخل فيهم جون، جابوا جون، اتاخروا بجونين، كل السيناريوهات دي مجهزهم. دي لعيبه جاهزه، دي لعيبه واقفه على رجليها، دي لعيبه واثقه في الفوز. فالاهلي لا يخسر مرتين من نفس المنافس. انا ما عنديش كلام تاني اقوله النهارده. مبروك ليكو، مبروك لعبد المنعم افضل مدافع في قاره افريقيا محليا في الوقت الحالي. مبروك لمعلول اللي عمل اسيست بطوله افريقيا، اسيست هدف البطوله، مع ان معلول استنزف بدنيا وده باين عليه جدا. مبروك لهاني اللي عمل بطوله تاريخيه، مبروك لياسر الراجل، مبروك للشناوي، مبروك لمروان، لحمدي، لديانج اللي النهارده كان رجل المباراه من وجهه نظري كان هو ديانج وعبد المنعم، مبروك لحسين، مبروك لتاو، مبروك لشريف، مبروك لكهربا، مبروك لكل المنظومه الاهلاويه. مبروك ليكوا انتوا الهستيريانز اخواتي وحبايبي. افرحوا، ليكوا حق تفرحوا وتفخروا بهذا الفريق
اللي رفع راسكم ورفع راس المصريين في السماء، المصريين الاسوياء. اتمنى من الله سبحانه وتعالى الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتك الحلقه لا تبخل باللايك. نوصل مع بعض بالحلقه دي باذن الرحمن لكام؟ ل100 وحاجه الف لايك، وانا واثق في ربنا سبحانه وتعالى وفيكم ان انتوا توصلوا الحلقه دي للرقم ده. واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد، ولينك الانستجرام عندك في اول كومنت. اعمل لي فولو. بكره في حلقه تاريخيه عن توابع فوز الاهلي ببطوله افريقيا وابرز النقط الفنيه اللي هنتكلم فيها، فلا تفوتوها. السلام عليكم.